يمكن بأي وجه آخر تحقيقه، وبالتالي عيش نمط حياة عادلة وحرة وديمقراطية واجتماعية، بل ستعاش عند أذن حيوات عامرة بالكذب والأخطاء والسيئات والقبح. مشان هيك هون نحن كمان كمرأة شابة لازم ناخذ هوية وشخصية الشهيد فيهم أساس لنا. يعني المرأة اللي ما قبلت الظلم على قائدها، المرأة اللي ما قبلت تضل ضمن حكم العادات والتقاليد، المرأة اللي ما قبلت كل شيء يكون مفروض عليها، اللي صارت اليوم هي قدوة لهذا المجتمع. مشان هيك هون كلياتنا لازم ناخذ نمشي على هذا الاساس. يعني هذا مثلا القائد يقول لازم كلياتنا نبني شخصيتنا كشخصيه زيلان، كشخصيه بيريتان، كشخصيه فيان، سما، هدول الرفيقات اللي ضحوا بحياتهم اغلى ما عندهم لحتى يقدروا يوصلوا للحريه. مشان هيك هذا الحريه شيء كثير كبير، والحريه كمان شيء كثير صعب، يعني اي انسان ما يقدر يوصل اليه. مشان هيك هذا القائد يقول يعني لو كانت الحريه سهله كان بريفان وروناهي ما حرقوا حاله. مشان هيك هذا معناتها الحريه بدها انه الانسان يحرق حاله، مو بس كجسد نحن نحرق حالنا، كفكر، كعمل، ككل شيء. يعني لازم نحن دائما نوصل حالنا لهي المرحله من العمل، لهي المرحله من النضال، لحتى نقدر نوصل للحريه الجسديه للقائد عبد الله وجلال. مشان هيك هذا اليوم القائد عطى تضحيه كثير كبيره. مثلا الشهيد ايضا الشهيد رجهت برسالتهم هذا اللي كله كاتبين ضمن رسالتهم باش للقائد، كانوا عم بيقولوا قائدي لحتى نحن نصير شعب انت تركت حال، يعني كنت لحالك. مثلا اليوم القائد لحتى نحن نصير شعب حر، شعب له اراده، اليوم القائد لحاله بسجن امرأة. مشان هيك هذا نحن كمان كشعب كمرأة شابة لازم نكون لايقين لهي التضحية الكبيرة اللي ضحاها القائد. لازم نحن كمان نكون شعب يمثل القائد عبد الله وجلال، يمثل هذا الفكر، يمثل أخوة الشعوب، يمثل حرية المرأة، يمثل مجتمع أخلاقي سياسي. مشان هيك هذا على هذا الأساس يعني الرفيقات لازم كلياتنا نتعرف على هي المؤامرة كثير منيح، نعرف مين اللي كان سبب هي المؤامرة، ونعرف نحن كمان كمرأة شابة كيف لازم نناضل لحتى نقدر يعني نخلي تخطيطات العدو كلها تفشل ضمن هي المؤامرة. لهيك هذول كل رفيقاتنا لازم يعني يكونوا ايد وحدة، بالاخص المرأة لازم دائما تكون ايد وحدة ضمن هذا النضال لحتى نقدر نوصل للحرية. يعني هذول بالنهاية كمان نحن حابين نقول اذا عن جد كلياتنا نحن مشينا على هذا الطريق صح، اذا كلياتنا كنا ايد وحدة، اذا كلياتنا بالروح والمعنويات اللي القائد عبد الله وجلال ضمن السجون عم بيحارب ويناضل مشانها، نحن كمان رح نكون لايقين لتمثيل القائد ابو.